مساء الخير، مساء النور على عيونكم يا أحلى متابعين. شلونكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير وانتم تشاهدون فيديو اليوم، ورجعت لكم بفيديو جديد. بس قبل ما نبدأ نشاهد الفيديو كالعادة حبايب قلبي نصلي على الحبيب. اللهم صل على محمد وآل محمد، ميزان حسناتنا وحسناتكم إن شاء الله. وهاي شهادة عز الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد. عاد أسجل لكم الفيديو أذن المغرب. وفيديونا اليوم طريقة عيش المصري حبايب قلبي، سويته على شكل صمون. يعني هي العجينة نفسيتها، وأنا منزلتكم الفيديو أكثر من مرة الطريقة كاملة مع العجينة، بس حبيت أشارككم مقتطفات. هنا سويته على شكل صمون مثل ما واضح حبايب قلبي. هنا قطعته قطع صغار خليتهم يرتاحون، ورجعت بهاي الطريقة سويتهم على شكل صمون، على شكل صمونة حبايب قلبي، وهم خليتهم يرتاحون فد 5 دقايق. ورجعت مرت اللخ بهاي الطريقة بشوبك أول شي يعني بيدي، وارجع بشوبك مثل ما واضح حبايب قلبي على كيفي. يعني أفتح العجينة أو أفرد العجينة حسب التسميات، أفردها هيجي على هاي الطريقة. يعني لا أسويها رقيقة ولا أخليها ثخينة حبايب قلبي، بهذا السمك. يعني هسه أوضح لكم إياه إن شاء الله بالفيديو، أقولكم هذا سمك العجينة أو على شكل الصمون حبايب قلبي. يعني أنا عجبني أسوي على هذا الشكل. وإذا تحبون يعني تشوونها بالفرن، يعني تحملون الفرن مسبقا وتخلون الصينية على ظهرها يعني مو على الوجه، وتخلون تدخلون الصموناية فتستوي يعني من الجهتين وتطلع لكم صمونة يعني ولا غلطة حبايب قلبي. هذا سمك العجينة حبايب قلبي، وهنا نخليه يرتاح همينه على وصلة أو خاول المطبخ، تخلونه يرتاح هم فد 10 دقائق ربع ساعة، وتبدون تشوون بيه حبايب قلبي بهاي الطريقة. سويت لكم أكثر من وحدة حتى يعني تسهل إن شاء الله الشغلة. أول طريقة حبايب قلبي العفو، حتى تسهل بيكم الطريقة. اعذروني حبايب قلبي على استحقاتي، لأن وقت مغرب وسجلت لكم الفيديو حتى إن شاء الله باكر يعني ينزل لكم بالوحدة الظهر، فسجلوا يعني أو منتجوا قبلها بيوم حتى ينزل لكم بوقت اللي أريده. وهنا مثل ما واضحتكم خليته على وصلة المطبخ يعني نظيفة، خليهم وغطيهم فد ربع ساعة 10 دقائق يرتاحون، وأبدي أشوي بيهم. وهنا حبايب قلبي مثل ما واضحتكم، وهنا ما شاء الله شلون النفخت وشلون صارت صمونة حبايب قلبي. وهسه إن شاء الله هم راح أجرب لكم واحد له يشوفون الطريقة. هنا بأي طاوة ما تلزق عندكم مالت المطبخ يعني عالطباخ، وتبدون يعني تسوون بيه بهاي الطريقة حبايب قلبي مثل ما واضح لكم بالفيديو. تظلون تقلبون بيه وبهاي الطريقة بالسباتولا، حركة يعني مستمرة حتى شنو ينفخ من كل الجهات. هسه مثل هاي شلون النفخت من كل الجهات حبايب قلبي. ما أعرف واضح عندكم بالفيديو؟ إن شاء الله واضح عندكم. وهنا هم سويتها على شكل دائري حبايب قلبي، وأنا مسويتها يعني منزلت لكم الفيديو سابقا، بس هنا أختي يعني جت يعني عندي وقالت يعني سوي لي، مشتهيتها أنت أسويها يعني شلون اللفات حشية تخلط داخلها. فقلت لها تعالي يلا هم افتح الكاميرا وهم أنا نشارك المتابعين. وهنا مثل ما وضحت لكم حبايب قلبي بالشوبك افتحوا بهاي الطريقة، يعني لا تخلونه ثخين ولا تخلونه رقيق حبايب قلبي. سمك العجينة يعني يكون لا ثخين ولا خفيف حتى شنو تنفخ عندكم. إذا تخلونه خفيف راح تنشق وما تنفخ عندكم. واي حبايب قلبي شلون نفخت عندي. عيش المصري أو خبز البقبوط هو له تسميات عدة، فأنا إيش أقول يعني عيش المصري الصراحة حبايب قلبي. هنا ورا ما تنفخ تخلونها تتحمص على الجهتين حبايب قلبي حتى ما تظل يعني عجينة.
حتى داخلها ما يظل عجين يعني يتحمص كلش. وهنا ما شاء الله سوت خير وبركة من رب العالمين، كمية كلش هواية حبايب قلبي، يجي يمكن كيلوين طحين أو أكثر، يعني ما حسب كمية الطحين، وما شاء الله خير وبركة. هنا يعني الزايد أنا إيش أسوي، أخليه بعلاقة وبالمجمد، ومن أريد أطلعه يعني كل شي ما أبي حبايب قلبي. وهاي من الداخل مساعدة بنتي جاي تفتحها لكم ويشوفونها من الداخل. وهنا حبايب قلبي هاي يعني طحين الحصة، يعني ما طحين صفر، لو طحين صفر تصير بعد أضبط. ما شاء الله شلون طرية وكلش بسيطة، فانصحكم بهاي الطريقة يعني تجربونها، وأنا منزلة الفيديو كامل. وهنا أختي يعني أتسوي الحشية، هنا ثرمة بصل أتوقع بصل أخضر، وهنا هذا اللحم بعد ما وهنا خلط الماجي وبهارات، وهنا يعني نزلت البصل على اللحم ومعجون وملح وفلفل. حبايب قلبي هي ما شاركتكم يعني طريقة الحشو بالتفصيل، بس يعني عارفة المكونات وأنا يعني أرد لكم إياها حبايب قلبي. يعني هاي الحشوة يعني هي معتادة عليها، يعني كل مرة تسويها تقول كلش طيبة، فتنصحكم يعني بهاي الطريقة. وهنا هم ثرمة طماطة ناعم، وهنا هذا جبن موزاريلا حبايب قلبي. وهنا مثل ما واضح بدأت تحشي بيه، هذا اللي يعني عيش المصري اللي سويناه. هي صراحة ما تعرف تسويه، فجت عندي يعني وأنا وياها يعني سويناه. ولكن يعني هسه هاي طريقة الحشوة والهاي لا بيتها يعني سوتها، وقالت راح أسويلك فيديو وأدزلك إياه حتى تنزلين ومتابعينك. هنا مثل ما واضح بدأت تحشي بيهم بهذا الشكل، يعني الوحدة تصير قطعتين وتحشيهم حشوة اللي حشوة اللي سوتها وياكم. وهم تخلي جبن موزاريلا، واتوقع يعني مخلية هم في اليافلة خضرة بالحشوة، لأن كلش يعني قالت صارت طيبة ما شاء الله، يعني بهذا العيش المصري أو خبز البطبوط حسب تسميات، قالت كلش طيبة، يعني قالت تنصح متابعينك يجربون هاي الطريقة كلش طيبة. وهنا راح تكبسهم بالكابسة، هاي الكابسة حبايب قلبي بدأت تكبس بيهم ما شاء الله كلش يعني صارت طيبة. وهنا ما شاء الله سوت كمية كلش يعني هواية، قالت كلش صار طيب وحبوه الأطفال. مثل ما واضح حبايب قلبي بعد ما تخلى الحشوة وتخلى الجبنة الموزاريلا حبايب قلبي وتكبسهم بالكابسة الكهربائية. وإذا ما متوفر عندك الكابسة الكهربائية عادي بطاوة هم تصير يعني تكبسينها بطاوة، بس تكبسين يعني بشي يعني تدوسين عليه وتنكبس، ماكو فرق يعني من الكابسة الكهربائية إلى الطاوة. وهذا شكلهم النهائي. سهمنا وسهمكم ألف عافية، وإن شاء وصلنا لنهاية الفيديو حبايب قلبي. إن شاء الله كانت خفيفة تفضل عليكم وما مليتوا من الفيديو حبايب قلبي، واكتبوا لنا بالتعليقات شنو رأيكم بهذا الفيديو. وهاي شكل هاللفة من الداخل ما شاء الله منظر كلش شهي. ألف عافية عليهم، وسهمنا وسهمكم ألف عافية حبايب قلبي. إذا وصلتوا لحد هنا بالفيديو لا تنسون اللايك واشتراك فضلا وليس أمرا. وإذا أول مرة تشوفين قناتي بسطت فأتمنى تشتركين بي حتى كل ما أنزل فيديو جديد يجيك إشعار من عندي. مع السلامة، أشوفكم بفيديو